الا كان في عمرك ما بين 20 حتى ل 25 عام هاد الفيديو ليك، حيت غادي نعطيك 5 ديال النصائح اللي خصك ضروري تكون عارفهم، وماشي غير عارفهم، ضروري خصك تطبقهم حيت غادي يبدلوا حياتك 180 درجه. النصيحه رقم 1: تريني وتهلا في صحتك مزيان. عارف بلي هاد النصيحه كتسمعها في اي بلاصه فين ما مشيتي كتلقاها، ولكن انا جاي نوضح واحد النقطه اللي هي التوازن. تريني تكسر من جهدك، رد البال مزيان، حيت كنعرف بزاف ديال الدراري صحابي اللي كانوا كيترينيو مزيان، هذيك الحماس وديك الموتيفاسيون الزايده خلاتهم انهم يتصابوا اصابات اللي خايبه بزاف، اصابات في الكتف الله يستر الله يحفظ، بسبب انهم كيتحمسوا. تريني بالعقل، تريني على قد جهدك. كنتي كتوجد لشي كومبيتيسيون وكان هذا هو الدومين ديالك، عطيه الجهد ضروري تقاتل فيه، ولكن الا كنتي كتريني غير باش تحافظ على صحتك، تريني بالعقل. حيتاش الهدف هو انك من هنا 5 سنين، من هنا 10 سنين تلقاك بصحه جيده بلا امراض، ماشي العكس. حيتاش الا كنتي كتريني وكتقاتل وفي الاخر غادي تصاب، يعني داك السيد اللي ما تيترينيش كاع غيكون احسن منك، غيكون في صحه جيده احسن منك. النصيحه رقم 2 هي سكن بوحدك. كنتي في العشرينات، سير لمدينه اخرى، سير لبلاصه اخرى، كري وسكن بوحدك. هادشي غادي يعلمك بزاف ديال الحوايج، غادي يعلمك تغسل حوايجك، غادي يعلمك طيب الماكله ديالك، غتعلم انك ابسط الحوايج اللي كنتي كتلقاهم واجدين في الدار ما غتلقاهمش الا ما درتيهمش انت. هادشي اللي غادي يخليك تعتمد على راسك وغتربي واحد الشخصيه قويه، غتعرف التمارين اللي تيضربوا الوالده ديالك وخواتاتك باش تبقى الدار ديما نقيه واي حاجه في بلاصتها، وغتولي كترد البال. وهادشي غادي يعاونك في حياتك. ندوزو لثالث نصيحه: تعلم شي مهاره في الانترنت، خصوصا في هذا الوقت. تعلم مثلا الفيديو ايديتين، الديزاين، الانيماسيون سواء 3 دي ولا 2 دي، الفيديوغراف، دير كونتنت في السوشيال ميديا. هادشي الا مشيتي فيه مزيان غتلقى حياتك تبدلات. حيت انا كنت كنقرا ليكونومي، كنت غادي فيها مزيان، في نفس الوقت كنتعلم الفيديو اديتين موشن جرافيك بالضبط. شي شويه بديت كندخل فلوس كثر في داك الموشن جرافيك وداك الشيء اللي كنت كندير. حبست القرايه، حبست بالفكره ديال انني واحد شويه غنرجع، ولكن مشيت مزيان، حياتي تبدلات حيت مشيت تعلمت مهاره في الانترنت. ندوزو للنصيحه رقم 4: تعلم ترتاح. الراحه جزء من العمل. مزيان انك تقاتل هذه الوقيته ديال طيح تنوض، ولكن في نفس الوقت ارتاح. الراحه ما كنقصدش بها النعاس، تبدل دير شي حاجه اللي تهرس بها الروتين، اوتوماتيكمون دماغك يرتاح، الانرجي ديالك كتبقى ديما طالعه، كتبقى ديما غادي مزيان. النصيحه رقم 5: دوز وقيته زوينه مع الناس اللي كتبغي، صحابك، والديك، خوتك، حتى اشياء اللي كتبغي، ماشي ضروري الناس، يعني بيتك، كتاب مثلا، داكشي اللي كتبغي، داكشي انت عارفه. هاد الاوقات كيبقاو ذكريات اللي ما كيتمحاوش من الدماغ، واللي حشومه يضيعوا بسبب التليفون. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. ما عرفتش واش غادي نعاودو مره اخرى ولا لا، ما عرفتش واش باين مزيان في الكادر ولكن خوكم باقي مبتدئ، مازال يلاه بادئ. داكشي باش دير فولو باش تكون انت من الاوائل اللي غيدعموا هاد القناه. هادشي اللي كاين، تهلا لي في راسك، حافظ على الضحكه، ونتشوفوا في الفيديو الجاي.